السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة سناء جميل، اسمها سوريا يوسف عطلة. ولدت سناء جميل في مركز ملوي بمحافظة المنيا في اليوم الموافق 27 من شهر إبريل عام 1930. انتقلت إلى القاهرة قبل الحرب العالمية الثانية، والتحقت بمدرسة المرديدية الداخلية وتعلمت هناك اللغة الفرنسية. وعندما تخرجت من المدرسة التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعندما علم أخيها أنها سوف تعمل ممثلة ضربها وطردها من المنزل. لجأت إلى أستاذها بالمعهد الفنان الراحل زكي طليمات، والذي اختار لها اسم سناء جميل ليكون اسمها الفني، وساعدها للإقامة في بيت طالبات، وساعدها في الانضمام لفرقة المسرح الحديث. وكان مرتبها في بداية مشوارها الفني 5 جنيهات فقط، وكانت أحيانا تنام على البلاط وتأكل أقل أكل لعدم امتلاكها المال الكافي، ولكن شغفها بالفن يدفعها للاستمرار. وقدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأدوار الهامة في المسلسلات والأفلام والمسرحيات، وتم تكريمها في مهرجان الأفلام الروائية في عام 1998. ولدت الفنانة سوريا يوسف في محافظة المنيا بصعيد مصر، وتنتمي لعائلة مسيحية قبطية، ولذلك فهي تتبع الديانة المسيحية، وكانت تنتمي لطائفة الأقباط الأرثوذكس. كما أنها تزوجت من الكاتب الصحفي القبطي لويس جرجس. ربطت علاقة الصداقة بين سناء جميل وجورج لويس لمدة 2 وظنها جورج مسلمة، وبعد 2 من الصداقة قام بدعوتها لتناول الغداء بمناسبة عيد ميلادها، وقال لها: أنا أعيش لوحدي وأنت تعيشين بمفردك، فما رأيك لو نعيش معا؟ فابتسمت ولم ترد عليه. بعد مرور 1.5 شهر على هذا اللقاء، وبالتحديد في يوم 15 يونيو، اتصلت به وقالت له: هل كنت تقصد الزواج؟ قال لها: نعم، لتفاجئها هي وتقول له: نتزوج يوم السبت. فاندهش وقال لها: الزواج محتاج ترتيبات، ولازم أغير ديانتي لكي أكون مسلم مثلك. فأخبرته أنها مسيحية، فطلب منها عقد زواج مدني، ولكنها رفضت وأصرت على إتمام الزواج في الكنيسة، ولكنها اشترطت شرط واحد: أنها لا تريد الإنجاب، لأنها تحب فنها ولا تريد أي شيء يعطلها عنه، ولكنها ندمت على ذلك لاحقا. وفي يوم الزفاف حضرت سناء جميل بفستان بسيط دون طرحة، وتعجب القسيسة من عدم وجود أي معازيم، فذهب لويس لإحضار زملائه من روزا اليوسف ليشهدوا على الزفاف. وظل زواجهما قائما وناجحا منذ عام 1961 وحتى وفاتها المنية في عام 2002. في أكثر من لقاء صرح مفيد فوزي أنه كان يحب سناء جميل على المستوى الشخصي، وأنه أجرى معها عدة لقاءات فنية، وحكت له عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني. كما سرد موقفا شهير جمع بينهما عندما كان يحاورها في منزلها وألقى قشر اللب على الأرض، فانفعلت عليه الفنانة سناء جميل قائلة: مفيد، في هناك طقطوقة. وقامت بجمع قشر اللب في الطقطوقة، واعتذر لها مفيد وقبلت اعتذاره، وأكمل معنا الحوار بشكل ودي. التقت الفنانة سناء جميل مع عمر الشريف عام 1960 من خلال فيلم بداية ونهاية، وكانت تجسد دور شقيقته. وفي أثناء أحداث الفيلم صفعها عمر الشريف صفعة على وجهها من شدة اندماجه، أصابتها الصفعة بالطرش في إحدى أذنيها وكادت تفقد حياتها. وبعدها شعر عمر الشريف بالندم، وظل يعتذر لها في كل مرة يلتقي بها، وهي لا تضحك وتقول له: مش مسنا واتبسطنا، خلاص انسى. وفي حوار لها قالت سناء جميل إنها لا تحب فاتن حمامة، وذلك بسبب أن فاتن حمامة عرض عليها دور نفيسة في فيلم بداية ونهاية، ولكنها رفضته. وبعد أن قدمته ظلت فاتن حمامة تردد أن هذا الدور سخيف، وأنها رفضت أداؤه رغم إشادة الجمهور والنقاد بالدور. شاركت الفنانة سناء جميل مع المخرج يوسف شاهين في فيلم واحد، وهو فيلم فجر يوم جديد، ولكن بعدها ساءت العلاقة بينهما، وذلك عندما عرض عليها المشاركة في فيلم وداعا بونابرت. وبعدما وافقت لم يرسل لها السيناريو،
وقال لها أن دورها يقتصر على أنها تعبر بين رصيفين، وقالت عندما قابلته: أما إنك بجح صحيح، إزاي تجرؤ إنك تطلب مني المشاركة في فيلم أقدم فيه أقل من مشهد؟ لقد توفيت سناء جميل بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وبعد وفاتها رفض زوجها لويس دفنها إلا بعد 3 أيام، أملا أن يحضر أحد من أهلها جنازتها. وعندما لم يحضر أحد منهم، أتم الصلاة على جثمانها في الكنيسة البطرسية في العباسية، ودفنها زوجها في 22 من شهر ديسمبر عام 2002 عن عمر ناهز 72 عاما، ونعاها الزوج المخلص بمزيد من الأسى والألم. من أهم أفلامها بلال مؤذن الرسول، ومرت الأيام، وأهل الهوى، وشياطين الجو، ولن أبكي أبدا، ومع الأيام، وبداية ومنهية، فجر يوم جديد، والزوجة الثانية، والشوارع الخلفية، وتوحيدة، والشك يا حبيبي، وملائكة الشوارع، وفيلم سواق الهانم. ومن أهم مسلسلاتها اللقاء الأخير، وابن سينا، وحل يرضي جميع الأفراد، وعاد النهار، والراية البيضاء، وساكن قصادي، وخالة صفية، والدير، والرقص على سلالم متحركة. والفنانة سناء جميل التي أبدعت في مئات الأدوار المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، جسدت دور الفتاة المتوسطة الجمال في فيلم بداية ونهاية، والزوجة المتسلطة في فيلم الزوجة الثانية، وهو من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. وكان لسناء جميل أكثر من فيلم ضمن هذه القائمة. سناء جميل خير من جسدت أدوار السيدة الأرستقراطية، وفي نفس الوقت أبهرت الجميع عندما جسدت شخصية فضة المعتاوي في مسلسل الراية البيضاء، حتى تفوقت على الشخصية التي كتبها أسامة أنور عكاشة، الذي قال عنها ما منحته سناء جميل للشخصية من حياة وروح فوق كل توقعاتي وتصوراتي، وأنا أنسج خيوطها على الورق، فهي أضافت عليها تألقها الخاص. عاشت سناء جميل حياة مليئة بالصعاب والأشواك، حتى قابلت رفيق عمرها الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس. لقد عاشت الفنانة الجميلة سناء جميل حياة مليئة بالصعاب والأشواك، حتى قابلت رفيق عمرها الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس، وقالت عن معاناتها: حياتي الصعبة المليئة بالأشواك والصبر الطويل، وقدرتي على تحمل كل هذه الظروف الشاقة تجعلني مثيرة لظهور الصبار في الصبر والتحمل ومواجهة الشدائد والصعاب. بدأت السعادة تعرف طريقها إلى زهرة الصبار عندما تعرفت على رفيق عمرها لويس جريس عام 1960 في حفل توديع صحيفة سودانية أنا تدربها في روزا اليوسف، وظلت تخطي في اسمه وتخطئ ذلك في اسمه طوال الحفل وتناديه يوسف. تعلق بها لويس، لكنه ظن أن زواجه مستحيلا، حيث اعتقد أنها مسلمة لكثرة قولها والنبي، حتى أنه فكر في إشهار إسلامه للزواج منها، وبعدها اكتشف أنها مسيحية، فعرض عليها الزواج، وتزوج بدبلتين لا يتجاوز سعرهما 10 جنيهات. وحكى كريس عن يوم زواجهم في أحد البرامج، مشيرا أن القس رفض إتمام الزواج دون وجود معازيم وشهود، فتوجه إلى جريدة روزا اليوسف التي كان يعمل بها، واستأجر 7 عربات جمع فيها 35 شخصا من زملائه ليحل الأزمة، وقضي شهر العسل في التنقل بين عدة محافظات لارتباط سناء جميل بعدد من العروض المسرحية. كانت سناء ولويس نموذج لقصص الحب الرومانسية والارتباط الذي يتفانى كل طرف فيه في كيان الآخر. فكانت سناء تحلف باسمه دائما قائلة: وحياة لويس. واستجاب الزوج العاشق لرغبتها في عدم الإنجاب والتفرغ للفن، وكان كل منهما محور حياة الآخر ومتكئ الذي يستند عليه، حتى أن لويس جريس لم يستخدم العصا ليستند عليها ماشيا إلا بعد وفاة سناء التي أصيبت بسرطان الرئة وظلت تعاني منه لمدة 3 أشهر. وكانت سناء ولويس نموذج لقصص الحب الرومانسية التي لا تتكرر، والذي أراد أن يحقق رغبتها في أن تلقي بأحد أقاربها ولو بعد وفاتها، فانتظر 3 أيام قبل دفنها على أمل أن يظهر أحد أفراد أسرتها ليشارك في تشييعها إلى مثواها الأخير. والفنانة سناء جميل فنانة راقية وممثلة من زمن الفن الجميل، برعت في أداء مختلف الأدوار، مثقفة وقارئة جيدة، جادة في أدائها
لا تشعر أنها تمثل نظرا لإحساسها العالي بالكلمة، وتستطيع دائما إبهار المشاهدين ودفعهم إلى تصديق الشخصية التي تجسدها. فمن يستطيع نسيان مسلسل الراية البيضاء، المعلمة فضة المعداوي، أمام العملاق جميل راتب، وغيرها من الأدوار التي قدمتها بعبقرية. أكدت سناء جميل في أحد حواراتها أن الخوف الذي عرفته منذ ولادتها وحتى مجيئها للقاهرة في كفة، وذلك الذي عرفته داخل المدرسة في كفة أخرى. صحيح أنها تعلمت التمثيل هناك، لكنه لم يكن الأمر الوحيد الذي تعلمته. وقالت الفنانة سناء جميل أيضا: المدرسة الداخلية بتعلم الخوف والرهبة، وده فضل معايا على طول. ربما تسببت طباعها الحادة منذ طفولتها في تنبؤ الجميع بأنها فتاة غير قابلة للترويض حين قررت الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية. بدأت فصلا جديدا قاسيا جدا في حياتها، وقالت عنه: علاقتي بأخويا قبل التمثيل كانت كويسة جدا، ولما خلصت المدرسة حب يجوزني راجل جه بيتنا، قابلته وقلت له: انت تحب تتجوز واحدة مش بتحبك؟ قال لي لأ. قلت له: لأ خلاص أنا مش هتجوز. وأضافت أنها نالت علقة ساخنة منه نتيجة ذلك، لكنها نفذت ما أرادته في النهاية، حتى جاء اليوم الذي واجهت فيه شقيقها بإصرارها على تعلم الفنون المسرحية، وقالت: ضربني كف على ودني طرشني، لدرجة حطيت سماعة من وقتها، وكان عندنا عار واشترط علي أسيب المعهد. قلت له: لأ لأ. قال لي: اطلعي برا. كرشني ليلة حريق القاهرة، كنا بنجري في الشارع ومصر مولعة. لحد الآن ما زال أثر اللي عمله موجود في حياتي. كان الكف الذي تلقته سوريا على وجهها هو الأول في حياتها، لم يسبق لأحد أن صفعها من قبل. هكذا ركضت من بيتها في منطقة غمرة لا تدري إلى أين، حتى اهتدت لمنزل جارهما الأستاذ سعيد أبو بكر، خاصة أنه الوحيد الذي تستطيع اللجوء إليه، حيث كان من أرشدها إلى خطوة الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية. وباتت ليلتها هناك قبل أن يساعدها الفنان زكي طليمات على الحصول على غرفة في بيت للطالبات في شارع شامبليون. وأيضا اختار لها طليمات اسم سناء جميل، وساعدها في إتقان اللغة العربية. وأكدت سناء أنها كانت تعمل وتدرس، فتحصل على 6 جنيهات من المعهد ومثلها من محل راحت تقوم بالتطريز لحسابه، حيث كانت توقع على مفروشات الSG. لتقرر وقتها الانتقال إلى السكن الخاص بها، فاستأجرت شقة في دور أرضي ب3 جنيهات، واشترت أساسا بسيطا، لكنها لم تستطع شراء مرتبة، وكانت تنام على ملابسها، وما سبب لها انزلاق غضروفي. قالت سناء جميل: أنا عصبية جدا، مش عارفة تكويني ليه كده. بيقولوا إن الإنسان اللي إحساسه قوي بيكون عصبي، ودي نقطة ضعفي، رغم إن دموعي قريبة جدا. طول عمري واخدة المسائل جد وبصدق، وعمري ما بخلت على أي موقف من إن أديه كل اللي ما عندي من إحساس وحب واحترام. ويروي زوجها الكاتب الصحفي الراحل لويس جريس عنها أنها كانت تحب وتشعر بكل شيء، بداية من الأعمال المنزلية التي كانت تؤديها بنفسها، مرورا بأي شيء وكل شيء تسمعه، بما في ذلك الأذان الذي كان يصل لها في المنيل من أحد المساجد بمنطقة مصر القديمة حيث ساءها، وهي المسيحية التي تسمع صوتا للأذان ليس جميلا كما اعتادت عليه أن يكون. وأضاف جريس: طلبت مني أن أتصل بوزير الأوقاف لأسأله لماذا وقع اختيار الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام على بلال حتى يكون هو مؤذن الرسول، أليس لجمال صوته؟ فرد الشيخ الشرباصي بالموافقة على كلامها، مؤكدا جمال صوت سيدنا بلال. ومن اليوم الثاني تغير المؤذن وحل مكان مؤذن آخر ذو صوت عذب. وتابع جريسة كانت تقرأ القرآن بصدق ونطقت الشهادتين بصدق، أيضا في فيلم الرسالة لمصطفى العقاد، حتى أنها في ذلك اليوم وفي ذلك الفيلم بالذات أصيبت بصدمة، حيث قدمت الفنانة الجميلة سناء دور سمية أول شهيدة في الإسلام، حيث تدخل الممثل حمدي غيث الذي لعب دور أبي سفيان في الفيلم ليقول لها بأن نطقها للشهادتين يعني دخولها الإسلام،
حسب الشريعة الإسلامية. استكملت جريس وقتها اتصلت بي لتخبرني أنها لم تعد مسيحية وأرادت عندها الانفصال، ما دفعني إلى النطق بالشهادتين أمام صديق الداعية مصطفى محمود الذي مسحني بأنني نصاب وأعلن إسلامي كي أتزوج بمسلمة. لم تكن تلك المرة التي يبدي فيها لويس استعداده لتغيير ديانته لأجل حبيبته، فمنذ التقي لأول مرة وحتى قبل الزواج بفترة قصيرة كان لويس يظن أن حبيبته الفنانة الجميلة سناء مسلمة، وقال لما قالت لي أنا مسيحية زيك اتخضيت. قلت لها طب وانتي؟ كل الحاجات والحركات اللي بتعملها بتدل ان انتي مسلمة. وقالت لي وقتها انت مستعد تسلم عشاني؟ قلت لها أنا مستعد أسلم عشانك. كما أكد لويس أكثر من مرة عشقهما معا للاستماع لكل من صوت الأذان والقرآن، حيث قال قبل وفاته بفترة قصيرة اعتدنا سماع الأذان وسماع القرآن أيضا من أصوات شيوخنا الأفاضل مصطفى إسماعيل ومحمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم. وقالت أيضا الفنانة سناء جميل صدام مع فاتن حمامة، وبعد 9 سنوات من تقديمها دور نفيسة في فيلم بداية ونهاية، وهو الدور الذي رفضت أداء الفنانة فاتن حمامة حتى لا تشوه صورتها، ثم رفضت تواجد سناء جميل معها في عمل واحد، فوقعت القطيعة بين سناء جميل وفاتن حمامة حتى آخر وقت، حتى كتب الناقد عبد الفتاح البارودي يقول بسبب غرور فاتن حمامة صعد نجم سناء جميل، حيث جازف صلاح أبو سيف بسناء جميل كوجه جديد لدور نفيسة، وحققت فيه نجاحا كبيرا وحصلت عنه بجائزة مهرجان موسكو عام 1961. جاءت الفرصة الثانية لتأكيد نجومية سناء جميل مع نفس المخرج صلاح أبو سيف عندما أسند إليها دور حفيظة في الزوجة الثانية، الفيلم الذي اعتبرته علامة فارقة في حياتها الفنية، لتتوالى بعدها تقديم الأدوار الناجحة في السينما المصرية والعالمية، حين اختارها المخرج العالمي مصطفى العقاد لتمثيل دور سمية أول شهيدة في الإسلام في الفيلم العالمي الرسالة، ثم كان آخر أدوارها في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة. وتحكي سناء جميل عن مشوارها فتقول طريقي في الفن كان صعبا بسبب أني سعودية، حيث رفض أهل التمثيل وقاموا بطردي من المنزل، وتقدمت للمعهد وتعرفت على أستاذي زكي طليمات الذي قام بوضعي في بيت الطالبات، وهناك زاد إصراري على النجاح، حيث قام بضمي إلى فرقة المسرح الحديث الذي قام بتكوينها، حيث تمكنني من أن أعيش في القاهرة، ولكي أسدد مطالبي اشتغلت في الفترة المسائية في تطريد الملابس للحصول على مقابل مادي أدفع منه إيجار الشقة التي أجرتها في أرض شريف، وأحضرت فيها الأساس قطعة قطعة، فلم يكن يعنيني سوى النجاح في الفن. عملت سناء جميل في المسرح من خلال الفرقة القومية وفرقة المسرح الحديث، ودرست بمعهد التمثيل بتشجيع من عميد المعهد المخرج زكي طليمات. قدمت مسرحيات شهيرتين هما زهرة الصبار والحجاج بن يوسف وكباريه وزوجات وأزواج والناس اللي فوق وشمس النهار وصاحبة الجلالة وغيرها من الأعمال المميزة. اتجهت سناء جميل إلى التلفزيون فقدمت السيد كاف مع صلاح أبو سيف، وعيون مع فؤاد المهندس وساكن قصادي مع عمر الحريري،